السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. حملة توعية لرفع وعي المجتمع تجاه التعامل مع الأدوية في مديرية عد غيح. مناقشة سبل تعزيز نقابات العمال. إحياء اليوم العالمي للمراحيض. نيجيريا تغلق مدارس في كوارا بعد موجة اختطافات وهجمات مسلحة. واشنطن تدرج كيانات وأفراد وسفينة إيرانية في قائمة العقوبات. مقتل 15 عاملا على الأقل أثر انفجار في مصنع باكستاني. إلى التفاصيل. تم إجراء حملة في مديرية عد غيح لرفع مستوى الوعي العام حول استخدام الأدوية بشكل عام والمضادات الحيوية بشكل خاص. وتم إجراء الحملة التوعوية في الفترة من 17 إلى 20 من نوفمبر في إدارات ضواحي هادومو وحشميلي وهينابا وعنابور ومدرسة عد غيح الثانوية ومركز تخندع ودرعا وحواسة وقحيت الصحي، بالإضافة إلى المرافق الصحية والموظفين الحكوميين في المدينة. وذكر مسؤول الخدمات الصحية سيد ولاق قبرز جابيهير أن الهدف هو رفع الوعي بشأن استخدام المضادات الحيوية التي تتطور مقاومتها لضمان فعاليتها العلاجية. وذكر مسؤول الخدمات الصحة العامة الشاب كوخوف تسفاي بضرورة استخدام المضادات الحيوية الموجودة لدى المؤسسات الصحية بشكل صحيح. وتعد هذه الحملة جزءا من اليوم العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية الذي يقام في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 17 وحتى 24 من نوفمبر الجاري. نظمت الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا منتدى شاركت فيه النقابات العمالية ومسؤولو الأقسام بالكونفدرالية ومسؤولو فروع الأقاليم للتشاور حول تعزيز التنظيمات العمالية في 20 من نوفمبر الجاري في العاصمة أسمرا. وقدم نائب الأمين العام للكونفدرالية ورئيس قسم التنظيم السيد كبراب كيداني في التقرير أنشطة التنظيمات على مستوى البلاد استعرض فيه الفرص والتحديات الحالية التي تواجه عملية التنظيم. وأضاف أن عدد العمال المنظمين ارتفع بنسبة تزيد عن 44% خلال السنوات الخمسة الماضية، مذكرا أن الكونفدرالية استنادا لإعلان قانون العمل أنه مستعدة للعمل على تحديد وإجراء البحوث بشأن المؤسسات غير المنظمة. وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات عملية في كافة الأقاليم العام المقبل، حيث يمكن للمؤسسات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 20 موظفا أن تشكل اتحادا أهليا شاملا. بعد المناقشة قدم المشاركون اقتراحات تركز على نمو تغطية المنظمة وتعبئة العمال في القطاع غير الرسمي ومساهمة الشركاء. تم يوم 20 من نوفمبر في مبادرة بمديرية سرجاغ إحياء 19 من نوفمبر اليوم العالمي لدورات المياه على مستوى البلاد تحت شعار دعونا نجعل دورات المياه مساوية لمنازلنا. وقال المدير العام لقسم الصحة العامة بوزارة الصحة دكتور عند برهان تسفاسين في المناسبة أن دورات المياه تشكل بنية تحتية مهمة لضمان صحة المجتمع. ودعا مسؤول وحدة الصرف الصحي والنظافة بوزارة الصحة سيد أبراهام ملاش القرى المتبقي على اللحاق لتحقيق المبادئ التوجيهية العالمية للعام 2030 لأهداف التنمية المستدامة. وأوضح مدير مديرية سرجاغ سيد كفلة مريم قبر مثقل أن حملات واسعة النطاق جريت في المديرية منذ العام 2008، وإن الوعي العام أصبح في مستوى أفضل. وعقد مهنيون يمثلون وزارة الصحة ونقابات الأطباء الإريترية ورشة عمل بهذه المناسبة. تم حصد مزارع 40 أسرة الشهيد بالنفير الجماعي في مديرية ابن حيلي بمشاركة أكثر من 150 موظفا حكوميا. وأوضحت مدير المديرية المكلفة سيد ترحاس فقادو أن مساعدة أسر الشهداء هي أمانة يقوم بها الموظفين سنويا، وأن العمل جاري حتى الوصول إلى مزارع جميع أسر الشهداء والأسر المحتاجة الأخرى. وذكر مسؤول مكتب الزراعة بالمديرية السيد منقش طعامين المزارع التي زرعت على مساحة 15,000 هكتار جميعها وصلت إلى مراحل مبشرة وبدأت فيها أعمال الحصاد. وتشير الأنباء الواردة أن معدل هطول الأمطار وصل إلى 776 ملم في غضون 52 يوما في فصل الصيف الماضي.
غيم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في إقليم القاشبرك أعماله في الفترة من 17 وحتى 19 من نوفمبر الجاري. وأوضحت مسؤولات مكاتب الاتحاد بالمديريات في التقارير التي قدموها أن تنظيمات المرأة بدأت بالتوسع بفضل برامج تعزيز التنظيمات وضمان صحة الأم والطفل والاستفادة من غرف انتظار الحوامل في المرافق الصحية لجانب مشاركة الإناث في التعليم والبرامج التنموية الوطنية التي يتم التركيز عليها. وأضافت أن المحاضرات والحملات التوعوية التي تنظم لمكافحة العادات الضارة برفع الوعي المجتمع تأتي من ثمارها مع تعاون الشركاء المتزايدة. كما أوضحت مسؤولة الاتحاد بالإقليم السيدة إحدى يوهانس بدورها أن التعاون مع الشركاء بشكل وطيد يساهم في تنفيذ البرامج المنشودة بفعالية. وحثت السيدة إحدى في الختام الجهات المعنية للعمل بالتركيز على دعم المرأة بتقوية إمكانياتها المهنية والاقتصادية على حد سواء. أعلن قسم تراخيص العمل ورقابة المرافق الخدمية في الإقليم الأوسط مواصلة العمل لتحسين كفاءة مقدمي الخدمات. وأكد مسؤول الفرع السيد تخلو قبر الأول على تنظيم محاضرات لرفع مستوى الوعي لمعرفة مدى الوعي والمعرفة لدى أصحاب العمال والموظفين إلى جانب الرقابة. وذكر القيام بعمليات تفتيش منتظمة وفجائية في المؤسسات في 13 مديرية في مدينة أسمرة و3 مديريات ريفية وتقديم النصح والإرشاد لتصحيح النواقص بالإضافة إلى جوائز التحفيزية لتشجيع المنافسة الشريفة بين المؤسسات. ودعا مسؤول وحدة الرقابة على المرافق الخدمية السيد ستيفانوس مبراتو أصحاب المرافق الخدمية إلى إظهار الاحترام والضيافة الواجبة للمواطنين العاملين لديهم. من جهة أخرى تخلص مكتب القانون والنظام في الإقليم الأوسط يوم 19 من نوفمبر من السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية التي تم ضبطها في المتاجر. وقال المفتشان برخات تخلى هيمانوت وقرماي تخلى هيمانوت أن عواقب السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية خطيرة على الصحة. وذكر مقدمي الخدمات بضرورة تحمل المسؤولية والمشترين بضرورة الحذر. دعا قائد شرطة المرور بإقليم عنسبة الرائد نرايو سقايا السائقين لتوخي الحذر في القيادة تجنبا للحوادث وعواقبها. جاهز في الاستمرار الذي عقده للسائقين وملاك الدراجات في حقات يوم 18 من نوفمبر الجاري، حيث ذكرهم ضرورة الحذر الدائم لضمان سلامة المجتمع وتجنب الأضرار التي تحدثها الحوادث. وأفاد أن السرعة العالية وعدم اتباع القوانين المرورية وعدم إعطاء الأولوية على الطرقات والقيادة تحت تأثير الكحول وعدم التأكد من سلامة المركبة قبل التحرك هي من المسببات الرئيسية للحوادث التي سجلت حتى الآن. وأضاف أنه في 9 أشهر الماضية سجل 266 حادثا مروريا مما أدى بحياة 8 مواطنين وخسائر مادية تقدر بأكثر من 3 ملايين نغفة، مضيفا بأن أعمار المتسببين في الحوادث تراوحت ما بين 18 إلى 29 عاما. وأشار مدير مدينة حقات السيد نصر برختها إلى أن ظواهر القيادة بسرعة عالية عند الأعراس وداخل المدينة وعدم الصيانة اللازمة للمركبات والتصادم مع المواشي على الطرقات يجب أن تخفف باتخاذ الحذر عند القيادة. هذا وعقد سيمينار مماثلة في مدن من نفرة وعدقيح وملقي وبلعلو حسب ما وردنا من مراسلو إرنا. في غضون ذلك تم تقديم محاضرة شرطية حول ضمان الأمن والاستقرار في خلال السيطرة على الجريمة والمخالفات لطلاب المدارس الثانوية والمتوسطة في مديرية لوغو عنسبة. وحث الملازم أندرياس تسفاقرقيش قائد مركز شرطة المديرية طلاب في المحاضرات التي ألقاها يومي 15 و16 من الشهر الجاري على الابتعاد عن الجرائم والمخالفات لأن الجهل بالقانون لا يبعدهم عن المساءلة. وشدد مسؤول شرطة المرور زرسناي تخلى بدوره على ضرورة التزام الطلبة بالقوانين المرورية باعتبارهم مستخدمي الطرق، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بالمسار والترادف في ركوب الدراجة وعدم الإبلاغ عن الحوادث والقيادة بدون رخصة قيادة من بين المخالفات الشائعة التي يجب تجنبها. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أغلقت السلطات في ولاية كوارا النيجيرية عدة مدارس في خطوة وقائية بعد مخاوف من استهدافها من قبل جماعات مسلحة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب حادثة اختطاف 25 تلميذا من مدرسة داخلية في ولاية كوابي وهجوم دموي في بداية الأسبوع. كما تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من التدابير التي تتخذها الحكومة النيجيرية لحماية الطلاب والمدارس في وقت تشهد فيه البلاد تزايدا في الهجمات المسلحة على المؤسسات التعليمية والأماكن العامة. ومنذ عدة سنوات تشهد نيجيريا موجات من الاختطاف والهجمات المسلحة، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المدارس والكنائس والأسواق لضمان سلامة المواطنين. ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أدرجت 17 كيانا وفردا وسفينة في قائمة العقوبات لوقف تدفق الإيرادات التي تصطدمها إيران لدعم برنامجها النووي. جاء بيان الخارجية الأمريكية بعد ساعات من بيان وزارة الخزانة عن تجديد العقوبات على شبكة النفط الإيرانية الداعمة للجيش. وأضافت الوزارة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت عقوبات على أكثر من 170 سفينة مسؤولة عن شحن النفط الإيراني ومنتجاته. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها اتخذت إجراءات إضافية ضد شركات الطيران الإيرانية، مشيرة إلى أن الشركة تعاونت مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري لتسليح الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط. ذكرت الشرطة الباكستانية أن 15 عاملا على الأقل لقوا حتفهم، كما أصيب 7 آخرون إثر انفجار قلية في مصنع للسمق بشرق البلاد. وصرح المسؤول في الإدارة المحلية بأن الانفجار وقع داخل منشأة صناعية في مدينة فيصل آباد في إقليم البنجاب، وأشار إلى فتح تحقيق لمعرفة سبب الانفجار وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد بريس. وذكر أن الانفجار ألحق أضرارا جسيمة بمباني المصنع وأشاع حالة من الذعر في المنطقة، مشيرا إلى أن حريقا اندلع في المصنع بعد فترة قصيرة من الانفجار. ويعتبر سوء الإجراءات السلامة من الأسباب الشائعة للحوادث الصناعية وحرائق المصانع في باكستان. ذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 70 شخصا فقدوا بعد انقلاب قارب في نهر في مقاطعة كاساي في وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكان القارب متجها إلى العاصمة كنشاسا من ميناء ديبالي على بعد أكثر من 800 كيلومتر، عندما غرق في النهر ساكون نتيجة الزوابع بحسب إذاعة الأمم المتحدة. ونقل التقرير عن الحاكم المحلي قوله أن القارب كان يحمل نحو 120 شخصا، وقد تم إنقاذ نحو 50 شخصا حتى الآن، ولا تزال جهود البحث مستمرة عن المفقودين. ويعد النقل المائي أمرا شائعا في الكونغو بسبب الطرق غير القابلة للعبور في الغالب. عناوين النشرة مرة أخرى. حملات توعوية لرفع وعي المجتمع تجاه التعامل مع الأدوية في مديرية الدقيح. مناقشة سبل تعزيز نقابات العمال. إحياء اليوم العالمي للمراحيض. نيجيريا تغلق مدارس في كوارا بعد موجة اختطافات وهجمات مسلحة. واشنطن تدرك كيانات وأفراد وسفينة إيرانية في قائمة العقوبات. مقتل 15 عاملا على الأقل إثر انفجار في مصنع باكستاني. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.